السلام عليكم ورحمة الله. مفاجأة من العيار الثقيل. اليوم الأحد الموافق 15 من سبتمبر بشأن قضية مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان جديد. هل بالفعل قرار الطاس القريب لصالح اتحاد العاصمة بشكل شبه رسمي؟ وهل بالفعل رضخ فوزي لقجع وباتريس موتسيبي لعدم ارتداء الخريطة على القميص؟ سنتعرف على كل تفاصيل في هذا الفيديو القصير المختصر المفيد. ولكن عزيزي المتابع، لا تنسى الاشتراك معنا في هذه القناة ولايك علشان الفيديو ده ينتشر أكبر عدد من الناس، واذكر الله وصلى على النبي أهم شيء. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. بسبب ما حدث أمس، ذكرت العديد من التقارير الصحفية العالمية أن قرار الاتحاد العالمي أو محكمة التحكيم العالمية طاس سيأتي في صالح اتحاد العاصمة، لأن نادي نهضة بركان خلع الخريطة من على القميص لأول مرة من بعد مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة. لأن نادي نهضة بركان خلع القميص أو خلع الخريطة لأول مرة من على قميصه من بعد مباراة اتحاد العاصمة في كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام فريق بنيني في دوري الأبطال. وذكرت التقارير الصحفية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم توقع قرارا من الطاس بأن القرار سيكون في صالح اتحاد العاصمة ومنع ارتداء الشارات السياسية على القمصان الرياضية، وأن القرار سيصدر في غضون أيام أو بعد أسبوعين تقريبا. وبهذا الأمر سيعتبر الجزائر تفوق بشكل كبير جدا على الاتحاد الإفريقي وعلى الاتحاد المغربي وفوزي لقجع، وستكون هذه نقطة بداية في تفوق وليد صادي على خصومه في إفريقيا. شاركنا رأيك عزيزي المتابع، والسلام عليكم ورحمة الله.